السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة آية. في ناس كتير بتسألني هل محتار أدخل كلية الصيدلة ولا لأ. فأنا في الفيديو ده إن شاء الله هجاوب على السؤال ده. أول حاجة، لو كلية الصيدلة مش رغبتك، مش طموحك، مش هدفك، وانت محتار هل تدخلها ولا لأ، فالفيديو ده إن شاء الله هيفيدك كويس. في حوالي 10 صفات دول لو متوفرين فيك فانت كده تبعد عن كلية الصيدلة لأنها مش هتكون مناسبة ليك. اول نقطة يا اصدقائي، ان هدفك انك تكون دكتور في المستشفيات وداخل صيدلة على اساسها تبقى دكتور، يبقى كده هدفك ده مش هيتحقق في كلية الصيدلة، لان بدون مجاملة الصيدلة من الاخر بدون مجاملة هتبقى صيدلاني. الطب البشري غير الصيدلية، غير الصيدلة. الصيدلة اسمك صيدلاني، اما الطبيب البشري اسمك دكتور، هتدخل عمليات، مستشفيات، جراحة الى اخره. لكن لو انت دايما بتحلم من وانت صغير ان انت الدكتور اللي هتدخل اوضه العمليات وهيعمل جراحات وهكذا، فكليه الصيدله احب اقولك انها مش هتحقق لك الحلم ده. كون الكليتين بينتموا الى الفئه الطبيه هذا لا يعني ان هذه المهنه هي نفسها المهنه دي شيء ودي شيء اخر. بالطب البشري هتصبح دكتور، في تخصصات كتير، بطنة، جراحة إلى آخره، يمكن تفتح عيادة. أما في الصيدلة أنت هتكون إما مندوب في شركة طبية، إما تفتح صيدلية خاصة بيك، أو صيدلاني موظف في صيدلية، أو في طبعا في صيدليات أو سلاسل، أو في الحكومة. وبالتالي ما نخلطش بين الأمور ببعضها ونقول إن دي زي دي. النقطة التانية، لو كان هدفك انك تهاجر الى اوروبا او امريكا فابعد عن طريق الصيدلة برضو، لان ببساطة مفيش طريق واضح لمعادلة شهادة كلية الصيدلة علشان تسافر. يعني الطب البشري فيه طرق واضحة، يعني لو حابب مثلا تسافر بريطانيا في امتحان اسمه بلاب 1 او واخر اسمه بلاب 2، بتقدم في الامتحانات دي وتصبح شهادتك معادله من هيئه اسمها GMC الى اخره. ودي طرق طويله وقصص تاني ممكن نعمل عنها فيديو تاني. وتقدر تسافر للدولة دي وتعمل ترخيص مزاولة المهنة البريطانية وتصبح طبيب، مسموح لك انك تمارس هذه المهنة في بريطانيا. اما في الصيدلة لا يوجد هذا الطريق، لا يوجد امتحان معادلة الصيدلة. طرقها صعبة شوية ولكن مش مستحيلة، مفيش حاجة مستحيلة، لكن قليلة ونادرة جدا. النقطة الثالثة، لو بتكره الكيمياء والمركبات والمعادلات ابعد عن كلية الصيدلة، لأن كلية الصيدلة كلها كده. كل دراستك هتبقى كيمياء ودراسة ال5 سنين حفظ، تعرف زي كتاب الثانوية العامة، كله كان معادلات وكيمياء. انت لو لاقي نفسك مش حابب الحكاية دي يبقى كلية الصيدلة لا تناسب لك. كلية الصيدلة عبارة عن مختبرات، تحط مادة فوق مادة تطلع فقاعات وقصص من دي. كلية الصيدلة دي بكل بساطة. فلو انت بتكره مادة الكيمياء، بتكره الحفظ، بتكره حفظ المركبات، المركب ده مع المركب ده يطلع معانا انفجار، وبتكره القصص دي، فتأكد انك هتعاني في دراستك في كلية الصيدلة. لكن لو انت هدفك انك او نفسك تفتح صيدلية، بيعدوا ال5 سنين بالطول والعرض وان شاء الله يتقضوا على خير. النقطة الرابعة يا أصدقائي، لا تدرس بكلية الصيدلة إذا لا يوجد لديك إمكانية أو عندك طموح في المستقبل إنك تفتح صيدلية خاصة. إذا ما عندكش طموح إنك أنت في المستقبل نفسك تفتح صيدلية خاصة، دي نقطة مهمة جدا في موضوع إنك تدخل كلية ولا لأ. ودي نقطة مهمة جدا خاصة في دول عربية معينة. إزاي؟ هقول لكم. يعني موضوع الصيدليات وكده، في بعض الدول في احتكار على شركات معينة، الشركة دي تفتح ممكن 5 صيدليات بالمدينة وتكون هي المسيطرة على السوق، فانت بتبقى مفيش امكانية انك انت تفتح صيدلية جديدة، وبالتالي بتكون مجبور انك تصبح موظف وبس كده، بيعطوك مرتب. والله حرام انك ضيعت 5 سنين من عمرك، لان الراتب اللي بتاخده اقل من راتب موظف حكومة في شركة اخرى. لا بيكون دارس ولا متعلم ولا دافع تكاليف ولا دراسة ولا القصص دي كلها. بتاخد ممكن يكون بياخد مرتب اعلى من اي صيدلاني، مجرد انه موظف وخلاص. وبالتالي يا اصدقائي، لو ما فيش امكانية انك تفتح صيدليتك الخاصة او الموضوع ده انت مش مهتم بيه، فانت كده بتضيع عمرك وانت بتشتغل في النهاية موظف وتاكل حقك بصراحة جدا. النقطة الخامسة،
نصيحة: إذا كنت عاوز تشتغل مندوب أدوية، يعني أنت دارس صيدلة عشان تبقى في الآخر مندوب أدوية، فحرام، حرام بجد. لا تدخل كلية الصيدلة من الأساس إذا كان هدفك مندوب أدوية بشكل دائم. لا أنصحك، مش كأنها خطوة من حياتك، لا أنت عاوز بشكل دائم، لا أنصحك. لأن هقول لك مثال: كنت عند صديقة ليا، كانت طبيب جراح كبير. كنت موجود في العيادة وقاعدين مع كذا حد، كلهم دكاترة وكلهم أكبر مني وكلهم بتعلم منهم. ودخل علينا مندوب دعاية طبية حامل شنطة في ايده كده، ودخل على الدكاترة وحط أدوية وقعد يقول لهم أنا معايا الدواء ده والدواء ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. فأنا قلت في نفسي سبحان الله، الطالب ده بيكون جايب في الثانوية العامة حوالي 97%، بيكون دارس 5 سنين صيدلة، تمام، واحيانا بيكون جامعة خاصة، بيكون دافع له حوالي 50-60 ألف دولار في الجامعة دي، علشان في الاخر يشيل الشنطة دي ويروح للدكتور ويقول له الدواء ده بيعمل كذا وبيعمل كذا. وانا برضو لا اقصد شيء، كل المهن على عيني وراسي وكل الشغل مش عيب وكل شيء مقدر، لكن المجتمع لا يرحمك. يعني انت تشتغل مندوب دعاية وبتقدم كذا وبتقدم كذا، احتمال دكتور يقولك الله معاك، لا انا مش عاوز مثلا الصنف ده، او انا مالي بيه، لا مش كويس، لا مش عارفة ايه. انت مش مضطر اذا كان عندك امكانيات انك تكون بمهنة مش بتاعتك، مهنة اخرى. يعني انت مفروض تكون مور بروفيشنال، يكون تكون انسان ليك مكانة اكبر من كده. بشوفك انك تكون اعظم من كده. بشوفك انك انت اهم من انك تمسك علبة الدواء وتروح عند الدكتور وتقعد تقنعه انه يوصف الدواء ده، واحتمال يكون رأي غلط، واحتمال يكون ده توجهك، لكن بالنهاية انا بحكي رأيي ممكن ما يعجبكش. النصيحة السادسة: محدش يدرس صيدلة في جامعة خاصة بصراحة. ليه؟ لانك انت بتدفع مبلغ كبير جدا، حوالي من 50-60 دولار، اقصد من 50-60 ألف دولار. انت المبلغ ده اولى انك تفتح بيه صيدلتك الخاصة، بمعنى المبلغ كبير، بالذات لو مثلا انت محتاجه او مش من الناس اللي هي ايه في غنى عن المبلغ ده. بالذات البنات مثلا، ما تزعلوش مني، يعني بيعملوها جدا، ان الواحدة تدفع باباها حوالي 60 ألف دولار علشان والدها يخليها تدرس في جامعة خاصة، تتخرج من كلية الصيدلة، تمسك الشهادة تبروزها على الحيط. طيب دي خسارة ولا مش خسارة؟ أنا بشوف إن بالنهاية لما أدفع أنا كأب 60 ألف دولار، عاوز يرجعولي بعد ما ابني أو بنتي يتخرج يرجعولي تاني أو بزيادة كمان بصراحة. احنا يا أصدقائي بنحكي من الآخر، بنحكي بيزنس. فأنتي لو بنوتة حلوة كده ولذيذة ورايحة تتجوزي، حرام تدفعي 60 ألف دولار ومش ناوية يعني تجتهدي في المهنة وكده. أنا بتكلم عن الحوار ده، إن في بنات طبعا بتعمل اسم محترم جدا ومشاريع هايلة بتنجح وكده. أنا بتكلم عن اللي بتاخد الشهادة وخلاص. حرام ضيعت 60 ألف دولار وفي النهاية تعلقي الشهادة على الحيط. فلما تدخلي جامعة خاصة تحطي في الحساب انك عاوزة تطلعي اضعاف الرقم ده، علما بان دايما انصحكم تدخلوش جامعة خاصة، ليس تقليلا من طلاب الجامعة الخاصة، انما انت لو معاك فلوس بوفرة I don't care ادفع، انا ما قلتلكش، لكن انا بنصحك كنصيحة اخ او اخت. الاولى والاقدر ال5 سنين ولا ال5 علامات ولا ال6 علامات اللي نقصتهم في الثانويه العامه، انك كنت شديت حيلك وما نقصتهمش. لكن لو انت وقعت بالفخ ودخلت جامعه خاصه، قضاء الله وقدره، لكن فكر دايما ازاي ترجع تسترد الرقم ده اللي دفعته ارقام مضاعفه ان شاء الله، مش مجرد انك خدت الشهاده او خدت الشهاده وتعلقيها على الحيط وخلاص. النصيحه السابعه يا اصدقائي دي برضو مخصصه للبنات: أرجوكي أرجوكي لا تدرسي صيدلة لأن المجتمع بيقولك صيدلة أحسن للبنات. تمام؟ أنا لحد الآن بتفاجئ، إحنا في 2022 لحد الآن ناس كتير تقولي أنا هدخل صيدلة لأنها أحسن للبنات. أولا مين دول اللي قالوا كده؟ تاني شيء عيب وإحنا في 2022 تقول أحسن دي لأن أنا بنت ولا ولد، لان انت كده عماله تميزي بجنسك وتقولي لازم ادخل صيدله لان بنت. ما قلتش رغبتي. عارفه لو قلت رغبتي
نحترمك ونرفع لك القبعة وتمام، لكن ونقولك اتفضلي، لكن لان انا بنت دي عم بتنقصي من نفسك وتقللي من اختيار من قيمتك ولما بتختاروا حاجات وتميزوها ان دي البنت ودي الشاب او ولد. حتى الكلام ده متهيألي في جميع الدول العربية، أي دولة عربية تدخل مدرج كلية الصيدلة تلاقي 95% بنات وبس ال5% شباب، يعني مفيش مقارنة أصلا بين الفئتين. خلوا الموضوع يا جماعة يكون رغبات. أنا بحب كلية الصيدلة أو بحب صيدلة، حابب أدرس صيدلة فهدخل صيدلة، أنا حابب أسنان هدخل أسنان، حابب طب هدخل طب. مش تقولوا لي صيدله للبنات وطب للاولاد. تدخل الكليات. وانا حاسس اصلا المشكله، انا حاسس الموضوع ده جلوبال، عالمي، في اي دوله في اي مكان جلوبال فعلا. تلاقي 60% من البنات بيدخلوا مثلا طب حاليا الايام دي، 50% اسنان بنات. انا ملاحظه الموضوع جلوبال بكل دول الوطن العربي. اليوم نسبة البنات اللي بيدخلوا الجامعة بالكليات الطبية اعلى بكتير من نسبة الشباب، والمشكلة ان في سوق العمل مش بنلاقيهم. يعني البنات دي راحت فين؟ خدت مقعد دراسي ودرست وتعبت و5 سنين ومصاريف و5 و6 سنين و7، بعد ما تتخرج مش بنلاقيها في سوق العمل، لان بكل بساطة لحد الان لا يزال التفكير بتاع المجتمع ان البنت بتدخل الجامعة تحط الشهادة على الحيطة وخلاص على كده. ارجوكوا يا جماعة اتغيروا. العمل لا يفرق بين شاب وبنت، البنت لازم تشتغل والولد برضو لازم يشتغل. حرام يعني بعد ما تدرس وتتعب في الاخر تقعدي في البيت، ده انا اللي شايفاه بصراحة. النصيحة التامنة يا اصدقائي، اذا كنت انسان طموح ودماغك كبيره، بصراحه الناس اللي زي الناس اللي بشوفهم في كليه الطب البشري، بسم الله ما شاء الله، تلاقي دماغ الواحد من دول بيدرس معادله وطلع الاول على كليته وبيحلم انه يروح البلد دي، والبلد دي دماغه كبيره. الاشخاص دي اللي هي الدحيحه جدا، بتلاقيه ذكي جدا، بتلاقيه بيمسك الكتاب يقراه من اول مره يحفظه. الانسان العبقري ده فالإنسان العبقري ده نصيحة لا يدخل صيدلة. الصيدلة لا تحقق لك هذه الأحلام العظيمة. أما كلية الطب البشري بالتحديد هي مكانك، هي جوك للناس العبقرية دي أو اللي دماغها عالية. لأن البشري كل ما تكون دراستك أكبر، كل ما تكون أهدافك أعمق، كل ما تكون الشاب العبقري اللي قاعد على الكتاب، كل ما تحقق حلمك، كل ما تصبح دكتور كبير، كل ما تحقق سكور أكتر. أما الصيدلة لا، الصيدلة بناية، يعني انت خلصت 5 سنين، اللي هيعمل ماجستير ده يبقى كتر ألف خيره، يبقى اشتغل برضو كتير، هتفتح صيدليتك الخاصة وخلصت على كده. فإذا كنت من الناس العبقرية دي مكانك هو الطب البشري. النقطة 9 يا أصدقائي، إذا لم تكن كلية الصيدلة هي هدفك ورغبتك لا تدرس صيدلة بجد. إذا ما دخلتهاش عن حب ومقتنع بيها 100% ورغبتك ما تدخلهاش. دور على رغبتك، روح للمهنة اللي انت بتحبها. إذا كانت كلية تانية اللي انت داخلها الكلية اللي لكن لو كانت مثلا دي اللي انت داخلها وبتحلم بيها وراسم مخططك وعارف هتتخرج امتى وتشتغل امتى وتفتح صيدلية امتى وازاي، وكل المخطط ده رسمه وجاهز مش باقي غير التنفيذ. لو ما فيش الكلام ده كله، فنصيحتي ليك ما تدخلش كلية الصيدلة. الفيديو ده كان بيستعرض النقاط السلبية للناس اللي ممكن تفكر في كلية الصيدلة تبقى مش مناسبة ليها. لو حابب تعرف مجالات العمل في كلية الصيدلة، في فيديو قديم كنت عاملاه بحكي فيه عن كلية الصيدلة كمجالات عمل وازاي ندرس فيها، يعني تفاصيل معينة. اللي حابب يدخل يتفرج على الفيديو، وان شاء الله احطه في صندوق الوصف. ويا رب ما كنتش طولت على حضراتكم، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وفادكم. كانت معاكم الدكتورة آية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.